هو بيبدأ الفيلم بالهند في الوقت اللي الناس في بعض أنحاء العالم كانت بتاكل في بعضها علشان تقدر تعيش، ولكن الهند كان بيتعمل فيها حضارة عظيمة بيعيش فيها الأديان كلها عيلة واحدة. ولكن في الوقت ده صديق المعبد اتهجم عليه، وفي القرن ال16 بعد مكسبهم في حرب بني باث اترفع علم الإمبراطورية المغولية. هو ما اترفعش في أي مكان يا صديقي، اترفع على عرش دلهي. في الفترة السوداء دي رؤساء كتير كانوا بيحاولوا ينفذوا بالباقي من حياتهم ويعيشوا بعيد عن أي نوش. وفي القرن ال17 مفيش حد في الهند كلها قدر يحارب الإمبراطورية المغولية بقوتهم وجبروتهم. ما كانش في حاجة بتعدي إلا من تحت إيديهم، لا عندهم رحمة ولا سايبين الناس تعيش في حالها. في الوقت ده أورانغا قاعد على عرش المغول، وما أدرك من أورانغا صديقي ما كانش عنده رحمة، كان ظالم الشعب الهند كله، استعبدهم خلاهم عباده وهو سيدهم. هو ما حدش في الشعب كله قادر يقول حرام كفاية احنا تعبنا. وابن الهرمرايس مستمر في عمايله السوداء، ولكن في يوم بيتولد الوحش العنيف اللي هيمشيهم على الموضة. شيتروباتي أسس منطقة مراسا وعمل جيش علشان يحرر بلده من ظلم أولاد الهرمة دول. حرب صديقي ما كانتش ضد أي دين، ولكن كانت ضد الكلاب دول. وبسبب خوف أورانج من كبر قوته عمل حملة وهجم على شعب مراسا. في الوقت ده الكل بيحيي الملك، والراجل ده بيقول له يا ملك أنا من البنغال، شيستخان بعت الهدية دي لجلالتك علشان تبقى راضي عنه، لأن آخر حرب كسبها شيستخان كنت أنت السبب فيها يا ملك. والكل صديقي بيفضل يهتف باسمه. الحارس ده بيخش على الملك وبيقول له احنا لسه وصلنا أخبار حالا من ديكان، شايف حاكم ديكان توكل على الله وما. كلهم بيفرحوا، واحد منهم بيقول له يا ريس احنا كده بقى سهل علينا نحتل منطقة ديكان، وفي يوم من الايام هنرفع علمنا على الهند كلها. الملك بيقول لهم مش هي دي الاخبار اللي مستنيها، لسه الاخبار اللي بتمنى اسمعها ما جاتش لحد دلوقتي. يلا يا اولاد روحوا احتفلوا وخلوا الفقير ياكل. الحرس بياخدوا الصناديق على العربيه وبيحطوها في المخازن اللي بتكون مليانه ذهب يا صديقي. في الوقت ده خان بيكون نايم على بطنه وبيعمل مساج. شدد رئيس الحرس بيقول له خان باشا احنا خدنا الضرايب من الناس وحطينا كل اللي لميناه في الخزنه، ولكن من ساعه ما مات شيفا الناس كلها خايفه يا ريس، هو كلهم بيجوا يدوني فلوس علشان اسيبهم عايشين. كلهم بيفضلوا يضحكوا. خان بيقول لهم امال ليه انا بعمل مساج وبظبط في نفسي، لان الفتره دي مفيش اي حروب. اللي بيعملوا مساج بيقولوا ربنا يبارك لنا في صحتك يا ريس وتفضل زي البغل زي ما انت. اللي بيعمل القهوه بيفضل باصص عليهم، وكدك بيقول له مستحيل نقدر نعرف امتى ندافع ولا نعرف اصلا اللي عايزين يهجموا علينا. خان بيغضب وبيقول له انت اتجننت ولا يالا، ومين عنده الجرأه اصلا يجي يهجم علينا؟ رشتوبات اللي مشغولين في حراسه الامبراطوريه بتاعتهم ولا مراسا اللي مش لاقيين حد يحكمها؟ الراجل بيعمل القهوه وبيخش عليهم وبيقول له هدي اعصابك بس واشرب القهوه ده يا ريس، ونصيحه مني خلي عينك في نص راسك لان احيانا في ضيوف بتوصل بدون سابق انذار، فاهم يا ابن الحمار؟ هو الكل بيفضل يضحك عليه. مره واحده الكل بيسقط والارض بتتهز تحتهم يا صديقي. حارس برج الملهبه بيقول هجوم، جيش مراسا داخل علينا. كده بيجري لبره بيبص بالمنظار بيلاقي جيش ملوش عدد داخل يهد، وشكله كده محدش هيسد يا صديقي. الجيش بيسحب سلاحه والشعب كله بيخش بيوته. كده بيقول لهم احنا هندفنهم في اماكنهم. واحد من الجنود بيقول له عدا يا ريس مفيش حد من جيش مراسا هيقدر يخش هنا. تفتكر انه هيقدر يا صديقي؟ لا 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 والله غلبانين، ما يعرفوش ان قائدهم وحش مهين. الحارس اللي فوق سور المراقبه بيقول لهم جيش مراسا اخترق الناحيه الثانيه. كده بيروح بالجيش الناحيه الثانيه ولا عارف يسدها منين ولا منين. اسع حزين ده انت يومك طين. وها هو الوحش العنيف البطل المخيف الولد التي بقدراته هيكدب النهارده كتير. شيتروباتي داخل بحصانه علشان يبهدل اخصامه. ابلع على. في الوقت ده واحد من الجنود بيقفل عليه مدخل المدينه، ولكن الواد بيلف سيفه في الهواء هو بيطير بحصانه فوق الجدران بيعديها. اللي بعديها حصل اللي قبليها، وريني نفسك يلا منك ليها. بيقفوا وحش عنيف الكل خايف يقرب منه، والجنود دول بيتحركوا بيلفوا حواليه غلبانين ما يعرفوش الواد ده منين. حالته بالظبط كبيره زي عائلات الصعيده صديقي، هم اقول الصعيدي يعني خط النار، لا بنخاف ولا نعرف معنى الانكسار. بيرفعوا في الهواء علشان ينشفوا، هو بيرميها على الارض ما بيقومش من مكانه. اللي بعديه اللي حصل اللي قبليه بيرفع بالحصان، هو بيقول حد له شوف حاجه. كده بيقول للجنود هاتوا لي ابن الهرمه ده. الكل بيهجم عليه ويجيشوا بيجري على البوابه وبينزل تحتيها، هو بيعملوا جسر الباقي الجنود. وفعلا يا صديقي المعركه بتكون مهيبه اخت وهيبه، والمراسه كلهم بيكونوا لعيبه، ولكن وسط المعركه الست دي بتكون بتصرخ على ابنها اللي بيبكي وسط الحرب يا صديقي. شيتروباتي بيسمع بكاها بيروح جري ناحيه الواد بياخده وبيرجعه لها تاني. بيفضل باص على حنان الام على طفلها لان ده الحنان اللي اتحرم منه يا صديقي. بعدها بيروح يدخل على خان، ولكن الواد يسمع على مسمى خان بيخدعه وبيفضل يرجع لورا لحد ما بيقع في الفخ وبينزل في السرداب. ولكن شيتروباتي رغم الغدر بيه بينزل واقف على رجليه، ولكن بيلاقي مين يا صديقي جنبيه؟ بيلاقي اسد جبار بيقطع اي حد بدون سابق انذار. الاسد بيجري عليه بيجيبه تحتيه بيفضل يشد فيه، حي الله بس بيخلع درعه مني. الاسد بيعوره في بطنه، ولكن يا صديقي ولا همه. شيتروباتي ما بيكونش عارف يعمل اي حاجه مع الاسد، هو الاسد بيكون خلاص يا صديقي هيخلص عليه. تفتكر ان ده هيحصل؟ قولها معاه صديقي. لا والله الاسد بياخد
جري عليه، ولكن الواد بيلف لفه لولبيه وبيديله السكينه في الحته التحتانيه، ولكن ابن الهرمه ما بيموتش يا صديقي. للاسف بيفضل يهز دماغه، هو بيقول هو انا دخت ولا ايه؟ نجرب تاني، ولكن الواد بيطلع الماني وبيديله واحده تاني، ولكن برضه صديقي لسه ما ماتش الكذاب حتى لو سوب بتكذب هناك. ولكن شتروباتي بيقوم وبياخد درعه الواقي وللاسف بيهجم عليه، الواد بيطير في الهواء، هو بيلف ولفه لولبيه بيغرز الدرع في عينيه، مش شايفها كذاب. المهم ابو الصحاب بيكمل وبيمسكه من بقه، هو بيشد بكل ما اتاه من قوه، بيخلص عليه وكان بيسمع صوت صريخه وفاكر الاسد هو اللي قتله، كان بيرفع سلاحه ولكن بيلاقي كف على وشه بيتنهوله، بيحط رجليه فوقيه، هو بيقول له خان زمان قول لملكك ان الاسد وقع، ولكن ساب شبله تشافا كبر وبيحكم الغابه، وعد مني هندمركم ونحرر البلد من ظلمكم، ولو فكرتوا بس قربوا ناحيه ميراثه تاني مش هتسمع غير صوت اهاتك انت ورجالتك، وبيديله واحده برجليه بيسرى. ما شاء الله عليه كداب كبير اهو صديقي، اهو ده اللي نسميه عنتيل الكدابين. المهم بيحتفلوا بمكسب الحرب، وبعدها شامبو بيكون قاعد مع نفسه وعمه بيدخل عليه بيقول له يا ولي العهد، بيقول له يا عمي بعد اذنك انا اسمي شامبو، ليه ولي العهد والرسميات دي؟ بيقول له انا شايف فيك ابوك يا ابني علشان كده بقول لك يا ولي العهد. بيقول له يا عم انت الخير والبركه، يكفي بس ان انا وبحارب لو انا وسط 1000 واحد دايما عيونك عليا. بيقول له يا ابني انا مهما عملت ولسه هعمل مستحيل هعمل نص اللي انت عملته يا شامبو، انا مستعد اضحي بنفسي علشانك يا ابني. وبياخدوا بعضه بالحضن صديقي. شامبو بيروح على الجنود اللي بيحتفلوا والكل بيديله التحيه، بيقول لهم احنا النهارده ما كسبناش بس يا رجاله، النهارده احنا عملنا رعب الاورانج، هيعرف ان شتروباتي لسه عايش، وده مش اخرنا، دي مجرد بدايه مش اكتر، مش هنهدى لما نخلص من امبراطوريه المغول، وفي حربنا دي احنا مش ضد حد معين، الحرب دي علشان اسمنا يتكتب في التاريخ وعلشان الشعب كله يعيش بحريه وسلام، هنبني دوله كل واحد فيها يمشي مرفوع الراس زيه زي اي واحد من الكلاب دول. اما اورانج والشياطين اللي شبهه لو فكروا تاني في اي حرب اقسم برب لا نولع فيهم، مفيش حد هيقدر يوقفنا لحد ما نحقق حلمنا يا رجاله. الكل بيهتف باسمه وبيبدا الاحتفال بولي العهد، مراته بتفضل تبسبس له علشان الاله كوكو يحفظه، مامتها بتقول لها يا بنت خلاص الحب ولع في الذره، والكل بيفضل يضحك عليها، مامتها بتبص على رقبتها وبتقول لها ايه اللي في رقبتك ده؟ بتقول لها مفيش، ابويا قابلني على الكوبري وخربشني في رقبتي. في الوقت ده شامبو بيتمشى هو ومراته، بيقول لها شيري، بتقول لها ايوه حته، بيقول لها هو انا ممكن اسالك سؤال؟ في العاده لما الملك بيكون في حرب الملكه بتكون قلقانه عليها قوي، عارفه انك وحش عنيف كداب كبيره قوي يا قلبي. بيقول لها هو انت ليه دايما بتجاوبيني قبل ما اسال السؤال؟ بتقول له عشان انا مش بس مراتك انا شيري يا حته. بيقول لها انت عارفاني اكتر ما انا عارف نفسي، عايزك تقولي لي انا بفكر في ايه دلوقتي. بتقول له انت بتفكر في حاجه قلبه دماغك بس ما تقلقش انا هحققها لك دلوقتي، تعالى معايا. بيخشوا القصر بيلاقي عمه ابوه وجزمته وزجلته، بيروح ناحيتهم وبيلبسهم وبيفضل يعيط يا صديقي. بتقول له انا عارفه انه وحشه كان مستنيك هنا علشان يبارك لك، دلوقتي هو اكيد حاسس ان حلمه بدا يتحقق. بيقعد تحت العرش هو بيقول لها انا حاسس انك مهتمه بالشعب اكتر مني. بتقول له انا بفكر زي ما انت بتفكر بالظبط. في الوقت ده الحارس بيخش على امبراطور المغول، هو بيقول له الرساله دي جات لك جلالتك. بيفتح الرساله هو بيقول له جلاله الملك في مكان من اللي انت محتلهم دلوقتي هيلمرس هجموا عليهم وما سووش فيه غير التراب. الراجل ده بيضحك هو بيقول له ازاي المراسه يعني؟ احنا يا ابني دخلنا عليهم واديناهم درس مستحيل ينسوه، ازاي يقدروا يهجموا بالاخص يعني مكان زي بلهور؟ الراجل ده بيقول للحارس هو خان زمان كان صاحي لما بعت الرساله دي. الكل بيضحك. الحارس بيقول للملك والمصيبه يا ريس ان في منطقه تاني اسمها سمبهاجه هيهجموا علينا. الملك بيكون بيخيط في الطاقيه والخيط والابره بيكونوا هيقعوا من ايديه، بينصدم والكل معاه بيكون في منتهى الصدمه. في الوقت ده الملك بيسرح بخياله هو بيقول ليه شافها مش هنا، هو بيفتكر اللي كان ايام زمان لما بيدخل الوحش العنيف، هو بيقول هنا شتروباتي في حد في حالتي. الحارس بيقول للملك مهراج معلش الواد تعبان شويه حرارته عاليه قوي يا ملك. بيبص على الواد هو بيقول له تعالى، بيخش عليه هو بيقول له يا ولي العهد اوعى تتعب ولا حرارتك تعلى تاني. بيقول له مش انا اللي حرارتي تعلى يا ملك، ولكن اللي يفكر يعاديني هعليله الانبياء وهثبت للكبير ان الصغير ده لما يبقى كبير هيكون اسطوره من الاساطير. بيخلص كده صديقي وبنرجع للحاضر تاني، والملك بيقول شيفا راح لكن ساب لنا وريثه. ومين هو وريثه صديقي؟ شتروباتي. في الوقت ده شيفا بعد ما الحرب خلصت هو بيبقى ملك مراسة وقائد الثوره جايه. هنجي بيروح على رجمات عمة شيفا، هو بيقول لها الملك شيفا ابن الملك شيروباتي خلاص بقى هو ملك مراسة، لازم تسمع الكلام ده زي ما كلنا سمعناه. تخيلي لو اخوك مهمبر حط ايديه في ايدينا كان زماننا احنا الملوك، ولكن دلوقتي خلاص حلم ان ابنك رامي يقعد على العرش بقى مستحيل. هو رجمته بتبص على الملك وهو واقف اسد بره، بتخش لجوه وبتقعد وبتقول له بص يا ناجي حتى لو موجوع من جواه لازم ما تحسسش الناس انك موجوع، عامل عادي خليك على طبيعتك. بعد موت الملك كنت بحاول اخلي شيفا تحت جناحي ولكن هامبر كان دايما بيقف في وشي، ولو انا وهو حصل بينا مشكله كان بيغلطني انا قدامه، وطالما انا عايزه ابن رام هو اللي يبقى الملك مش هستنى اي مساعده من عيلتي لاني اكيد هخسرهم. بلاجي بيقول لها لما كان شيفا ولي العهد يا ما حاولت تسيطري عليه وفشلتي، ما بالك دلوقتي بقى هو الملك،
اي غلطه تغلط يا تبقى مصيبه. بتقول له طيب وبعد ما يموت الملك مين اللي هيحاسبني؟ تقول ولا بلاجي اكتب عندك في كتاب التاريخ دي هتكون اخر صفحه في حياه الملك شيفا. هو بلاجي يا صديقي بيكون في منتهى الصدمه. في الوقت ده اكبر ابن اورنج بيكون باعت رساله مع الشخص ده، هو بيديها الحارس شيفا. شيفا بيفتح الرساله بيكون كاتب فيها قابلنا عند قهوه الحاج سيد الساعه 12 الظهر. شيفا بيجمع رجالته بيقول لهم اسمعوني كويس، اكبر ابن اورنج عايز يقابلني، ايه رايك اروح اقابله ولا؟ فيهم اللي بيوافق وفيهم اللي بيرفض. فازادوف بيخش عليهم وزي ما انت شايفه في منتهى العقل يا صديقي، الكل بيفضل بص عليهم مستغرب ازاي الملك يدخل واحد مجنون وسطهم زي ده. المهم فازادوف بيدي التحيه للملك وشيفا بيقول له ها شفت ايه عند اورنج؟ بيقول له والله يا ملك الشبكه وحشه خالص، من غير هزار شفت كتير يا ملك، شفت جيش المشاة عنده اكتر من 800,000 جندي، وجيش الحصنة عنده اكتر من 50,000 جندي و30,000 فيل وملايين كنوز، ولكن يا ريس ولأول مرة في التاريخ اشوف جيش كامل زي ده متحرك علشان يدور على واحد كذاب زي حضرتك. شيفا بيقول له بص يا بهراج، ايوه بهراج ده اسمه الحقيقي يا صديقي. يقول له زي ما انت يا بهراج خليك مع اورنج زي ضله، ولو نسينا وشلنا من دماغه انت اللي ترجع باي طريقه تفكره تاني بينا، وانا دلوقتي هروح اقابل ابنه. وفعلا يا صديقي اورنج بيكون مطلع جيش ملوش اول من اخر يدور على شيفا. في الوقت ده شيري بتكون بتلبس جوزها الملك شيفا، بيقول لها شيري شرشارة قلبي، بتقول له ايوه يا حته، بيقول لها الناس هنا قلقانه قوي، الكل في مراسه خايف. بتقول له ليه؟ بيقول لها لان رايح اقابل اكبر ابن اورنج، لا هاخد معايا جيش ولا الحرس بتوعي، هقابله لوحدي، بس الغريب ان انت الوحيده اللي مش قلقانه عليا، هو انت ما بتحبنيش يا بنت؟ بتقول له بصراحه انا قلقانه بس مش عليه. بتقرب منه هو بتقول له على اكبر الغلبان، بيقول لها ياما الثقه الزايده في النفس وقعت اساطير، انا ما بثقش في نفسي ولكن بثق فيكي، ربنا يحميك من الميكانيكي. بتقول له انا تحت امرك يا ملك. بتشيل شويه كحل من عينيها وبترشقهم له في دماغه، روح احنا مستنيين انا وابنك ولي العهد اللي في بطني. بيبص عليها هو بيمسك ايديها، هو بيقول لها هو انت؟ بتقول له ايوه. بيقول لها بجد؟ تقول له وحاسه كمان انه ولد كداب وفشار زي ابوه، وبتترمي في حضنه المعفن يا صديقي. بيسيبها ويمشي، هو بيروح يقابل اكبر، بيرمي سيفه للحرس، هو بيخش على الخيمه وحش عنيف محدش قده. مره واحده الاثنين دول بيهجموا عليه، تفتكر انه هيقدروا اصلا يا صديقي؟ لا والله بيمسكهم من ايديهم، بيوقع سيفهم والتالت بيخش عليه في داهيه، بيوديه هو بيطير اللي بعديه يحصر اللي قبليه. بيكمل طريقه بيلاقي واحد منهم طالع بسيفه، وسبحان الله بلمسه واحده بيغير اتجاه السيف، بيشيلوه بيلفوا لفه جويه، وهي واحده بينزل بيها على رجليه. اخر اتنين بيبصوا عليه بيخافوا وبيدوا له التحيه. في الوقت ده اكبر بيطلع له بره، بيقول له هلا والله بالشلاط ابن الشلاط شيفا، زي ما كنت متخيله، وانا قاعد بسلاحي في الخيمه مستنيك، انت جيتني بطولك ومن غير سلاح، انت بشري ولا سفاح؟ ازاي توصل لحد هنا من غير سلاح؟ بيقول له انا بحترم سيفي، وبالخصوص هنا لان في عاده عندنا كده بتقول لك ما نمسكش التعابين الصغيره بالسيوف، احنا بنمسكها وبنفعصها بايدينا، مش رجوله انك تبعت لي وتخلي رجالتك ياخدوا سلاحي مني وبعدها تخليهم يهجموا عليا. بيقول له بصراحه كنت عايز اشوف هيجيني الشخص اللي انا عايزه وبندور عليه، ولا هيبعت لي واحد من جيشه يضحك عليا بقى انت اللي بندور عليه وملففنا حوالين بعضنا. بيقول له هو انت فاكر ان انا ضربتهم دول رجاله؟ انا لو بعت طفل من عندي كان هيخلص عليهم. اكدب، هو الكدب بفلوس؟ انجز بقى وقول لي عايز مني ايه؟ بيقول له بصراحه كده رجالتي جابوا لي اخبار بتقول ان جنود دكان مش خايفين من حد، علشان كده سبت ارضي وجيت ارضك علشان تساعدني احارب دكان. بيقول له انت ما تعرفش الاخبار القديمه؟ بيقول له اي اخبار؟ بيقول له جنود ثورجيه ما بيحاربوش مع المغول. بيقول له بقى كده انت طلعت مش سهل يا شيفا، انا كنت فاكر اني بسهوله اقنعك. بص يا شيفا انا وانت شبه بعض قوي، دلوقتي الدنيا اتغيرت والناس اتغيرت والشباب عايز يعيش. بيقول له لا شباب كنتوا متغيرين، احنا على وضعنا جامدين، عايز كل هندي يعيش حر مرفوع الراس، وهنحقق ده لان احنا كلنا ايد واحده، انما انت عايز تقتل ابوك علشان تاخد مكانه، في فرق كبير قوي بيني وبينك يا اكبر. بقول الكلام اخويا. بيقول له يبقى انت غلبان ما تعرفش حاجه وهتموت قريب يا غلبان، دي سياسه العرش يا حبيبي، كل واحد بيخلص على التاني علشان ياخد مكانه. بيقول له يا عم ده طبيعي عندكم انتوا، انما احنا عندنا مفيش الكلام ده، انت بتحكي لي في تاريخكم الفاضي، ولكن بص على تاريخ مراسة، كل القصص اللي هتسمعها تعرفك قد ايه الشعب ده رجولي وشجاع. اكبر بيغضب، هو بيخرج الرساله دي من جيبه، بيقول له لو مش محترم اللي قدامك على الاقل ما تهنيش بكلامك. هو بيقول له اقرا الرساله دي يا حبيبي، الخيانه مش عندنا احنا بس يا حبيبي، ولو اجدادك كانوا رجاله زي ما بتقول فدلوقتي جيلكم ما فيهوش اي راجل، الخيانه دخلت عندكم وتحديدا في عيلتك يا شيفا. شيفا بينصدم وبيمسكه من رقبته يا صديقي. اكبر بيفتح له الرساله وشيفا بيمسكها وبيبدا يقرا اللي مكتوب، واللي مكتوب في الرساله يا صديقي بعد التحيه والسلام: يا رب يا اكبر تكون تمام، انا عارف ان ابوك اورنج هو عدوك وعدوي انا شيفا شتروباتي، لو انت ساعدتنا نخلص عليه كل مره هتقف معاك في حربه علشان تخلص على ابوه، وبعد ما كل واحد فينا يخلص على عدوه نشاور على اي حته في الخريطه في الهند كلها هنديها لك، بعدها
لها بقى هنفتح صفحة جديدة وهنفضل مع بعض للأبد، مستنيين الرد منك يا اكبر. راجماتا الرسالة بتخلص وشيفا بيكون في منتهى الغضب، بيبص على اكبر وبيقول انا مش هقدر اساعدك، ولكن تقدر تاخد كلامي ده وعد ليه، طول ما انت موجود على ارض ديكان اورانج مش هيقدر يلمس شعره منا، وبيسيبوه يمشي. في الوقت ده شيري مرات الملك بتروح على بلاجي بتقول لكاتب التاريخ حلوه قوي الرساله اللي انت كاتبها، بدل ما تكتب عن تاريخ الثورجيه رحت كتبت رساله لراجماتا بعتتها لاعدائها علشان يخلصوا على الملك شيفا. بذمتك انت راجل؟ بتسيبوه تمشي والحرس بياخدوه بيلموا الخونه كلهم وبيسلسلوهم مع بعض يا صديقي. الملك بيخش عليهم وبيقول لهم غلطتوا قبل كده وسامحتكم، مش علشان انا كريم ورحيم، لا، لان الثورجيه محتاجين لحكمتكم، ولكن يا رجاله طمعكم غطى على حكمتكم واخطائكم دلوقتي ما تتغفرش. بيقفوا بيفضل باصص عليهم وبيسيبهم ويمشي والفيل بيخش عليهم، لا بيقلب فوقيهم ولا تحتيهم، بيخلص عليهم. في الوقت ده همبر بيروح لاخته لاجماتا بيقول لها مين اللي قتل كريشنا؟ بتقول له كريشنا مين؟ بيقول لها الواد اللي احنا بنعبده. هل حطوا له السم في اللبن؟ بتقول له حطوا له السم في اللبن. بيقول لها مين؟ بتقول له انت شايف يعني التعليم خرب الدنيا معايا؟ بيقول لها ما هو انت بتكرري اللي حصل مع كريشنا. تقول له ولا انت هتزيط ولا ايه؟ ما تنساش انت بتتكلم مع مين، انا مش اختك بس، انا راجماتا ثورجيه. بيقول لها بتاعت الملوخيه؟ انا عارف كويس، يمكن انت نسيتي ليه الكل بيحترمك وبقيتي في المكانه دي. الملك شتروباتي لما كان عنده 14 سنه بنى واسس الثورجيه، واما مات وابنه شيفا بقى عنده 9 سنين كمل بدل ابوها، علشان كده لحد دلوقتي انت معاك اللقب ده. في مراسة عندنا لما الشباب بيكبروا بيحلفوا يمين انهم هيحموا الثورجيه، علشان كده انت اسمك الحاكمه راجماتا. الناس هنا بتضحي بحياتها علشان تحمي القريه واهلها من كل سوء، وانت بكل سهوله رحت تحطي ايدك في ايد اعدائنا علشان تخلصي على الملك اللي دايما حمينا. خليكي فاكره كلامي، ان حطينا ايدينا في ايد اعدائنا هيغدروا بينا ويخلصوا علينا وهيمسحوا ثورجيه من على وش الارض. راجماتا بتغضب وبتسيب ابنها وبتروح عليه تقول له على فكره ده هدفي واللي انا عايشه علشانه ومش ههدى الا لما احققه، انا مستعد اعمل اي حاجه علشان اخلص على شيفا. لو كنت شايف ان انا غلطانه فحط كده في دماغك ان انا مش هوقف اللي بعمله، يلا شد حيلك وروح لشيفا وقول له انا ناوي اعمل ايه بالظبط، واعلى ما في خيله يركبه، اهون عليا الموت ولا ان اعيش في حكمه. يقول لها انت فعلا ميته ولكن مسجونه جوه انانيتك وطمعك، وبيسيبها ويمشي. في الوقت ده شيفا بيكون نايم وبيحلم بالكابوس اللي مش سايبه طول حياته، لما المغول كانوا بيجروا وراه ومره واحده بيقوم مفزوع من النوم، بيخرج بره القصر وبيقعد هو ومراته. بيقول لها انا عمري ما حسيت حنان ولا حب الام، بس لما شفت حب صبرا لرام عرفت ان حب الام اكبر من اي حاجه في الدنيا دي. انا حاولت افتكرها كتير ولكن كل ما بغمض عينيا علشان افتكرها ما كنتش بقدر اجمع ملامحها. تفتكري شكل امي كان عامل ازاي؟ يا ترى امي شبه مين؟ تقدري تحددي لي ملامحها؟ بتقول له ازاي اقول لك على حاجه ما شفتهاش؟ كويس انها ما كدبتش يا صديقي، انا كنت فاكرها هتقول له. المهم بتقول له انا كل اللي اقدر اقوله لك اني بدعي دعوه واحده في حياتي، اني في الحياه التانيه اكون امك، وبالنسبه للي حصل في الدنيا يا شيري هيتعامل معاه ازاي؟ انا نفسي اعرف مين اللي قال لهم الكلام ده يا صديقي، ونفسي اعرف بيعبدوا مين بالظبط. المهم اورانج بيوصل للمكان اللي دمره شيفا وخان زمان بيكون راقد على الارض. اورانج بيقعد في وشه بيقول له انت عارف زمان انا قتلت اخويا وبعدها حبست ابويا، بس ابويا بقى ما ينفعش اقتله. تخيل بقى بعد اللي عملته ده كله يجي حته عيل عنده 22 سنه يحول اجمل مدينه عندي المقبره، لا، ويمشي بالسهوله دي ولحد دلوقتي مش لاقيينه. بيقوم من مكانه انا نفسي اعرف انت ازاي عايش لحد دلوقتي بعد اللي حصل. ابلع عيله بيخلص عليه وبيقلع التاج بتاعه وبيقول وحياة امي ما هلبس التاج ده الا لما اخلص على ابن الهرمه اللي دمر المكان ده. في الوقت ده شيفا بيجهز جيشه بالمدافع وهامبر بيقول للجنود اسمعوني كويس، حطوا لي المدافع دي على السور كله. شيفا بيوصل هو بيروح عند المدفع بيولع في المدفع، هو بيقول اتمنى الطلقه اللي هتطلع من المدفع دي يكون واقف مكان ما تنزل ابن الهرمه اورا. الطلقه بتطلع، البنت اللي بتلعب الغنم دي بتقول الظاهر كده ان في زلزال هيحصل. الغنم بيمشي قدامها وجنود المغول اولاد الهرمه بيولعوا في البان. في الوقت ده الراجل ابو ضفاير ده بيقول للملك اكتر من نص جيش المغول وصل ديكان يا ريس، وبصراحه بعد ما شفت الشجر اللي متعلق فيه بني ادمين بقيت اخاف اكتر واكتر، والنهر اللي بقت ميته مخلوطه بدم شعبنا، ضربوا رجالتنا وعملوها مع نسواننا وحرقوا البيوت. كل مكان بيروحوا اورانج ما بيسيبش وراه غير الدمار. بيقول له ما تقلقش كل حاجه هتبقى تمام، وبيسيبه ويمشي. بيجمع قاده جيشه. هامبر بيقول له دلوقتي اورانج سيادتك عنده سلاح متقدم اسمه الاسهم السريعه، دلوقتي هو هيحاول يحوطنا من كل اتجاه، وهدفه اللي جاي هيكون برديس والبسكيه وكوم الصعايده والزواتنا ونجا محمد. واحد منهم بيقول له احنا جيشنا 25,000 بس يا ريس، ولكن الجندي عندي بجيشهم كله. شيبا بيقول لهم القوه مش كفايه، احنا كمان عايزين عدد، واول حاجه لازم نعملها نامن ديكان كلها. هامبر بيقول له مين قال لك يا ريس ان انا مش عامل حسابي؟ احنا هنحط لهم خطه ما تخرش الميه، هنهجم عليهم بطريقه عمرهم ما يتوقعوها. المغول مش هيكون قدامهم جيشنا بس، هيقابلوا كمان ارضنا، لان لا احصنتهم ولا رجالتهم متعودين على الجبال اللي عندنا ولا الطرق اللي عندنا ولا على غاباتنا اللي مش اي حد يعرف يمشي فيها. في الغابه هنهجم عليهم زي القرود،
في الميه هنهاجمهم بطريقه التماثيل. الملك بيقول لهم احنا اللي جبناهم لحد هنا واحنا برضو اللي هنقرر يمشوا ولا لا من عندنا. بيسيبهم وبيروح لرجماتا اللي بتكون راقده على الفرشه مريضه صديقي. بيقول لها انا هدعي لك انك تخفي. بياخد منها البركه وبيسيبها ويمشي. ورجمتا بتكون في منتهى الحزن لانها كانت عايزه تعمل معاه الجلاشه يا صديقي. في الوقت ده الشيري بتجمع رجالتها وبتقول لهم ابعتوا لقاده الجيش الرسائل دي، لازم كلهم ياخدوا بالهم من القوات المغوليه لان المغول دلوقتي كلهم بيحوموا حوالينا، وانت يا نجاتي مهمتك تامن السلاح والدعم للجيش. وقولوا لكل قائد يبلغ جنوده يخلصوا على اكبر عدد منهم لان هم عددهم اكبر مننا بكتير. في الوقت ده جنود المغول بيكونوا واخدين نسوانهم وحاطينهم في القفاص دي، بيفضلوا يضربوا في الهنود اللي جرينهم، ولكن جيش شيفا بيخشوا وبيحاوطهم من كل اتجاه. بيكونوا لابسين لبس الدروب صديقي بتاع بابجي عارفينه. ومره واحده جيش المغول بيحس بحركه غريبه، جنود المغول بيفضلوا يضربوا يمين وشمال في الزرع، ومره واحده جنود شيفا بيطيروا في الهواء بينزلوا عليهم زي المطر اللي تحت، ما بيخلوش حد فيهم عايش. هامبر بعد ما بيخلصوا وبيخرجوا نسوانهم بيمص له حته قصب تطري على قلبه. في الوقت ده رجمتا بتموت هو بيولعوا في جثتها صديقي، واخوها والملك شيفا بيكونوا في منتهى الحزن عليها. في الوقت ده جيش المغول بيكون معدي جنب البحر والدنيا مطر. مره واحده بتطلع البنت دي تتدلع قدام قائدهم، ومره واحده الرجل الثالثه عنده بتقف عليها، بيخش لها تحت الطرحه، ومجرد ما بيشوفها بتموته من الفرحه. شيفا واللي معاه بيهجموا عليهم، لا بيخلوا فيهم ولا تحتيهم، بينزلوا طحن فيهم لحد ما بيخلصوا عليهم، بيسيبوهم ويمشوا. وبيبعتوا برضه واحد لاورانج ملبسينه لبس ساد. اورانج بيكون في منتهى الغضب وبيخلص عليه. في الوقت نفسه رجاله اورانج بيكونوا شغالين تعذيب في الستات ومحدش قادر يمنعهم من اللي بيعملوها صديقي. غلبانين جيل هيخلي يومهم طين، بيخرج لهم من تحت الارض هيقطع منهم ويش ويطار. هبل على اللي بعده انا هساعده. بيخلص على الجنود كلهم، اما جنود شيفا على وضعهم. في الوقت ده رجاله الملك بيكونوا واقفين مع بعض وبيتكلموا على الجيش واللي حاصل فيه. واحد منهم بيقول لهم يا رجاله شيفا خلص على نص جيشنا لوحده، والتاني بيقول لهم الكنوز اللي في الخزينه خلاص بدات تخلص. والحته دي بتقول لهم علشان نخلص من ده كله لازم نخلص على شيفا. الحارس ده بيقول للملك بقول لك يا ريس احنا عمرنا ما قدرنا نخطي على دلهي. في الوقت ده المغول بيكونوا عاملين مخيمات على البحر، والجنود بيصحوا الصبح بيغسلوا وشوشهم، ومره واحده واحد منهم بيلاقي السهم اترشق في وشه. مش مشكله حبيبي كله غسيل في الاخر. شيفا ورجالته بيخرجوا عليهم بالاقواس من الميه. طلع دي طلعت وحوش، حوش يا رب حوش. السهم بتنزل على المغول زي المطر، وشيفا ورجالته بيخرجوا من الميه. وهي الكتيبات القويه. شيفا وصل واحذر من الخطر. الواد بيكون صديقي وحش عنيف بكيف تكييف. ابلع خفيف. اللي بعده انا هساعده، ولكن اولاد الهرمه بيتكاتروا عليهم. تفتكر ان ده هيفرق مع معاليهم؟ قولها معاه صديقي. لا والله بينزلوا فحت وردم فيهم. حماده بيخش عليه ولكن بيحصل اللي قبليه. الواد فعلا كداب يا صديقي محدش قادر عليه، واللي بيقرب منه بناره بدفيه. في الوقت ده الملك اورانج بيكون نايم، هو بيقوم مفزوع من النوم. في الوقت ده بنت اورانج بيخش عليها المراسل، هو بيقول لها ما تقلقيش يا اميره احنا لقينا الاميره اكبر وباذن الله هنسمع اخبار كويسه قبل الفجر. تقول له كويس قوي بس لازم واحد ياخد مكان اكبر في ديكان لحد ما يرجع. انا عايزه واحد يكون حساس، واحد يكون من اهل شيفا كارهو، هات لي الشخص ده وباي تمن. في الوقت ده اكبر بيكون في خيمته والحرب شغاله بره صديقي. بيخشوا الجنود دول يخلصوا عليه، ولكن الواد ما بيكونش سهل خالص، بيخلص عليهم ولا كأن شيء كان. في الوقت ده الاميره بتروح لباباها وبتقول له سيوف المغول وصلت لرقبه اكبر، ولكن للاسف هو لسه عايش، بس ما تقلقش احنا لقينا طريقه نقدر نعرف فين مكان شيفا بالظبط. في واحد قريب منه قوي من العيله، ولكن الشخص ده كان عايش وسطهم كانه غريب. ايه الشخص اللي بتتكلم عنه بيخش عليهم. الملك بيقول له يا هلا نورت امبراطوريه المغول عسى. في الوقت ده شيفا بيكون قاعد واكبر بيخش عليه بيقول له انا عارف يا شيفا اني جيت لك من غير ميعاد، بس انا خلاص جيت اقول لك ان انا همشي من ديكان لان دلوقتي في ناس كتير عايزه تخلص مني. بيقول له انت كنت في حمايتي، انا محذر الجنود واحد واحد محدش يلمسها. بيقول له لا يا شيفا انت المرسى وشعب المرسى اهم حاجه في حياتك. بيقول له بس انا وعدك اني احميك. بيقول له معلش سيبني براحتي. بيقول له زي ما انت عايز يا ريس. قائد الحرس نفذ للامير اكبر اللي هو عايزه، ولحد ما يمشي من هنا يخرج محدش يلمس شعره منه. بيقول له امرك مولاي. في الوقت ده ماهولجي بيخش للملك، هو بيقول له الحقنا يا ريس. الملك بيقول له مالك يالا؟ بيقول له عمك هامبر مات. الكل بيكون في منتهى الصدمه، وشيفا بيكون في منتهى الحزن. بيروح يقعد لوحده، هو بيفتكر كل ايامه الحلوه اللي قضاها مع عمه، ايام ما كان بيدربه وعينه عليها علشان يحميه وحبه وخوفه عليه. بيقول له ولا بهراجي خلاص انت روح روح. بيقول له يا ريس بس انا قبل ما امشي عايز اقول لك حاجه. بيقول له قول. بيقول له في ناس كتير قوي من عندنا الملك اورانج بدأ يلعب في دماغهم، وللاسف يا ريس راحوا معاه، وطبعا اللي مشوا دول يعرفوا حاجات كتير قوي عننا، ولو الوضع ده استمر مش هنعرف نكسب الحرب. شيفا بيغضب، بيقول له فين اورانج دلوقتي؟ بيقول له موجود في اكلوج. بيقول له طيب عايزك تبلغ الكل ان في 10000 جندي من المراسة رايحين على اكواج دلوقتي، وانت يا ساجي ابعت لكل قاده الجيوش في ديكان وقول لهم اني عايز اقابلهم حالا. بيسيبهم وبيروح يلعب شويه مع ابنه، بيودع اهله. هو بيروح لمراته وبيقول لها انا رايح اقابل اورانج، مش خايفه عليا؟ بتقول له بصراحه خايفه بس مش عليك يا شيفا، انا
انا خايفه على اورانج منا، مش انا وبس، انا وكل شعب مراسة مستنيين اليوم اللي هتدمر فيه امبراطوريه المغول وامبراطوريه مراسة يكتب عنها التاريخ وتوصل للعالميه. في الوقت ده الحرس بيكونوا متمركزين على السور، والراجل ده بيمسك المنظار وبيباص، بيلاقي جيش المغول داخل عليهم يا صديقي، بيقول الحقوا يا رجاله خيانه. هو بيروح جري يبلغ الملك شيفا. في الوقت ده قائد المغول بيكلم الخاينين اللي من مراسة، ايوه هما الاثنين دول يا صديقي، بيقول لهم طيب يا رجاله انتوا قلتوا انه شيفا موجود هنا، لو ما لقيتش شيفا هنا انتوا عارفين ايه اللي ممكن يحصل فيكم؟ بيقولوا له لا يا ريس هتلاقيه، بس زي ما وعدتنا احنا هناخد الارض دي. بيقول لهم ده وعد وانا عمري ما وعدت ووفيت. ها والخونه دول يا صديقي بيكونوا جاونجي وكاونجي. في الوقت ده كافي بيقول للجنود في القصر انجزوا، عايز كل واحد مركز ومتمركز مكانه. بيروح جري على الملك شيفا، هو شيفا بيقول له مين اللي خانونا دول؟ بيقول له جاونجي وكاونجي. شيفا بينصدم، هو بيكون في منتهى الغضب. كافي بيقول له انا دايما حاسسكم شاكين فيا يا رجاله، وده لاني انا اصلا من المغول، ارجوك يا ملك اديني الفرصه اللي اثبت لك فيها ولائي وانت خليك هنا مكانك. بيقول له ولا امتى شفت شبل ابن اسد بيخاف من كلاب؟ الواد بيسحب سيفه، وكافي بيقول له عاش يا ملك خش هتجيبك. بيخرجوا بره والحرب بتبدا يا صديقي. شيفا بيخرج زي الاسد ما بيخليش قدامه، هو اللي بيقف قدامه بيكسر عظامه. الوضع على وضعه سندال مفول ديزل اخاه. في الوقت ده جنود المغول بيغطوهم بالدروع. تفتكر ان ده هيفرق معاهم يا صديقي؟ لا والله، صحيح من فوق عطلانين لكن من تحت شغالين بس بني ادمين. في الوقت ده انت بيموت، وشيفا بيكون في منتهى الغضب وبيصرخ، بيطلع وحش فوق الوحش اللي جواه، هو بخشبه بيزق ربع الجيش وبيرميه بره. تفتكر انه هيسكت يا صديقي؟ لا والله، الواد بالخشبه شغال، بالسيف شغال، بصراحة كده انا تعبت اخاه. بيطلع السلسلة دي من المية وبيشتغل فيهم شمال في شمال وسعوا بني ادمين. ولكن يا صديقي اولاد الهرمة بيتكتروا عليه، هو بيكتفوه بالسلاسل دي، بيفضلوا يخبطوا فيه بالسيف لحد ما بيرقدوها على الارض. شيفا بيفضل يصرخ، هو بيكون في منتهى الغضب من اللي خانوه لانهم هم السبب في هزيمته يا صديقي، ولكن بيفضل يعافر، فبيخبطوه كم سهم كده علشان يخف كده. في الوقت ده بيروح رسول الاورانج، اورانج بيقول له لها تاني، بيقول له شيفا تحت سيطرة امبراطورية المغول. اورانج بيكون في منتهى السعادة وبيسيبه ويمشي. بيروح على التاج بتاعه وبيمسكه، هو بيقول الحمد لله ان انا قد التاج ده. في الوقت نفسه الخبر بيروح لمرات شيفا، هو بيكون في حاله لا تحسد عليها صديقي. في الوقت ده ربع جيش المغول بيشدوا في شيفا، هو بياخدوه يسلسله هو كافي. اورانج بيخرج وبيروح عليه، هو بيقول له انا قبل ما اخلص عليك نفسي اسالك سؤال واحد، مين هم الثورجيه؟ مين هم دول علشان تضحي بحياتك علشانهم؟ وفين هم اللي ضحيت بحياتك علشانهم؟ بيقول له موجودين في جبال سدري، مش قصده سدره يا صديقي، المنطقه اسمها سدري، وفي ميه جدفاري دي برضه مش ميته هو يا صديقي ولا ميه اصلا، دي منطقه اسمها ميه جدفاري. وفي تربه راجيدي برضه دي مش مقابر يا صديقي، دي برضه منطقه. وفي رياح نشيء، في كل زاويه في كونكان ثورجيه بتجري في جميع عروق الناس في مراسة. ثورجيه اللي انت عايز تدمرها دي مش مملكه، دي حلم الملك شتروباتي، الحلم اللي بيا او من غيري هيتحقق، حلم الحريه يا اوران. بيقول له حريه؟ انا هخليك تتمنى الموت من العذاب اللي هتشوفه. بيسيبوه يمشي. شيفا بيقول له بعد موتي هيتولد 1000 شتروباتي، ولكن اما انت تموت المغول كلهم هيموتوا معاه. بالليل بياخدوا كافي على المشافي، يلا حبيبي مع السلامه والله العافيه. تاني يوم الصبح بيبداوا يعذبوا في شيفا، وطبعا حفظا على سلامتك مش هتشوفه يا صديقي. بنت اورانجا بتروح لباباها بتقول له يا ريس احنا خلعنا ضوافره ولا كاننا عملنا معاه حاجه. تاني يوم بيعذبوه بطريقه مختلفه، هو بيرش له جسمه كله ملح يا صديقي، وطبعا حفظا على سلامتك برضه مش هتشوفه يا صديقي. بنت الملك بتفضل بصة، هو ما بتكونش مصدقة قوة تحمل الكذاب الكبير شيفا المثير. تالت يوم بيخلعوا اسنانه. المهم بيفضلوا يعذبوا في شيفا ولا بيتقصى، بيجيبوا اخرهم فبيجيبوا الخناجر دي مولعة نار وبيغزوها في عينه، وبرضه مش هتشوف ده حفظا على سلامتك يا صديقي. شير مراته بتكون في منتهى الحزن عليه، هو بتكون في حالة لا تحسد عليها. اورانج بيروح له، هو بيقول له اسمع يالا انا ممكن ارحمك ولكن بشرط تبقى في صفي مع المغول ونحتل الهند كلها سوا. بيقول له طيب ايه رايك تفضل انت معانا وتخليك مع المراسة؟ اورانج بيكون في منتهى الغضب او بيسيبوه يمشي. شيفا بيقول اتشافى، بيقطعوا له لسانه، والغريب ان بعد ده كله لسه عايش يا صديقي. المهم مراته بتكون حاسه بيه، هو بيكون في منتهى الحزن عليه. في الوقت ده حاكم مراسة الجديد بيكون هو راجا صديقي، بياخد مكان شيفا وبيحكم بداله، وشيري بتكون واقفه جنبه. بنت اورانج بتجيب الخبر، هو بتقول لباباها ابن شيفا ما انا مش عايزك تزعل يا صديقي لاني عارف انك مش زعلانه اصلا، مين يزعل على كذاب زي ده؟ في الوقت ده المراسل بيروح للملك، هو بيقول له احنا استلمنا رساله من منطقه راجي، الرساله مكتوب فيها ان شتروباتي لسه عايش لان شعب مراسة كله شتروباتي. اورانج بيقول له ده بس تعال حبيبي تعال، هو بيخلص عليه ابن الغداره صديقي، هو بيقول انا لو كان عندي ابن زي شيفا كنت احتليت العالم كله. وهوب مره واحده بتوب ساكت مكانه صديقي، بيموت لوحده محدش بيقتله صديقي. والله المخرج ده غريب يا صديقي، يعني ما كانش قادر يقتله قبل ما يقتل شتروباتي؟ عليكوا حاجات يا هنديين تعقل المجانين.